إذا كانت لقاءات الأجواء في البطولة معروفة بمواصفاتها كالإثارة والتشويق والحماس، فإن لقاء سكك الحديد الصفاقسي والنادي الصفاقسي اليوم انضاف إليه عامل آخر، ألا وهو طابع الكأس. هذا الطابع ضاعف من الضغوطات النفسانية على اللاعبين وكذلك على الجمهور الحاضر، وجعل التنافس يكون على أشده في فترات طويلة، وكذلك التحولات والتقلبات في المباراة. البداية كانت لصالح النادي الصفاقسي. النادي الصفاقسي اللي استعاد بالمناسبة حارسه صاحب السبعي وكذلك مخطط ألعابه فؤاد الدربيع، لكن اللمسة الأخيرة كما تشاهدوا هنا صويح كانت غايبة وتضيع فرصة أولى ثم فرصة أخرى عن طريق نادر الهديري. ورغم السيطرة المدنية اللي فرضها النادي الصفاقسي خلال هذا الشوط الأول، فإن النتيجة ما تغيرتش. ردود فعل سكك الحد الصفاقسي كانت سريعة بواسطة الثنائي محمد العيادي، شوفوه هنا امداد نحو جمال بن يونس، لكن الدفاع يتمكن من التغطية وتعدت العمليات الهجومية للنادي الصفاقسي. من أبرزها هذه المحاولة أيضا كرة في مناطق سكك الحد الصفاقسي، ثم تتاح أمام دقدوق وسفيان السقي بعد حين عملية التصويب. هذه كرة سفيان السقي من بعد حوالي 30 متر كادت أن تغالط الحارس الشاب هشام الجزيري اللي عوض اليوم في شباك سكك الحد الصفاقسي محمد رابلسي. هنا فرصة روزلان ثم فرصة أخرى لأبو عزيز، وينتهي الشوط الأول على نتيجة التعادل بدون أهداف. الشوط الثاني وضربة خطأ منذ البداية، ضربة خطأ ينجح في تحويلها إلى هدف. نشوفوا العملية، اسكندر صويح تحت العارضة يحقق الهدف الأول منذ الدقيقة الثانية من الشوط الثاني. أصبح النادي الصفاقسي يلعب بأكثر راحة، عمليته تعدت نوعت، فرص لتدعيم هذا التفوق كانت متاحة. هنا رشيد بوعزيز والحارس يتألق، ثم ركنية لسكك الحد الصفاقسي ترجع من الحارس وتتيح الكرة مباشرة أمام قيدوم الفريق حافظ السوداني لما يتركش الفرصة تمر ويحقق هدف التعادل. 14 دقيقة لعب في الشوط الثاني، إعادة تدخل موفق من الحارس، لكن التغطية الدفاعية ما كانتش موجودة، وحافظ السوداني من خلف ياخذ كرة على الطاير ويسجل هدف جميل جدا في الزاوية، استحال على الحارس وكذلك الدفاع التصدي ليه، والتعادل من جديد هدف لهدف. عملية أصبحت لفايت سكك الحد الصفاقسي اللي استعاد بالمناسبة ثقته في إمكانياته، انتعاشة على مستوى الأداء الجماعي وكذلك البدني، وينتهي رغم كل ذلك اللقاء بنتيجة التعادل بدون أهداف. 90 دقيقة لعب وهدف لهدف بين الفريقين. ندخل الآن المرحلة الإضافية الأولى، وهذه بدايتها كرة مرتدة من الدفاع إثر رمية تماس، ورضا الضوء يدخل خلال الشوط الثاني مكان اللاعب محمد علي بهلول، يغالط الحارس صاحب السبعي في مطلع الحصة الإضافية الأولى. هدفين لواحد لفايت سكك الحد الصفاقسي. النادي الصفاقسي أتيحت له أكثر من فرصة كما تشاهدوا لتعديل النتيجة، لكن ما نجحش هنا شكري طرابلسي في تحويل كرة إلى الشباك. في المقابل عمليات لسكك الحد الصفاقسي كانت في العمق ولم تستغل هي أيضا عمليات عديدة، ودفاع النادي الصفاقسي مر بفترات حرجة كما نشاهدوا هنا. فرصة أخرى للعيادي وجمال بن يونس والتصويب ما كانش بالشكل المطلوب، ثم ندخل الفترة الإضافية الثانية وتبقى النتيجة هدفين لواحد لفايت سكك الحد الصفاقسي. شوفوا اللقطة الرياضية الرائعة من محمد دقدوق مع منافسه جمال بن يونس رغم أن اللاعب متواصل، وشوفوا الهفوة الدفاعية من جانب سكك الحد الصفاقسي، عرقلة واضحة للرنان، والحكم رشيد بفضيجة يطلب مواصلة اللعب. عملية أخرى للنادي الصفاقسي، جوردن ينزل للهجوم، وتابعوا اللقطة هذه وليكم الحكم بالطبع في هذه اللقطة لأثارت بدور احتجاج سكك الحديد الصفاقسي. الحكم يعلن هنا عن ضربة جزاء، تنفيذ ضربة الجزاء يمكن النادي الصفاقسي من التعادل والدخول بالطبع في مرحلة الركلة الترجيحية. الأولى يخطف دقدوق العيادي، ثم الرنان ينجح، ثم اللوز يخطف، ثم الدرقاع وعماد شاكر الحارس السبعي الرقيق، والركلة الترجيحية الأخيرة لصويح تمكن النادي الصفاقسي من الترشح وبالتالي الانتصار في هذه المباراة ب4-2 بفضل الركلات الترجيحية. مقابلة كانت مثيرة مشوقة،
وكانت مليئة بالمفاجآت والتقلبات.